بتحاول تخس، جربت كذا دايت وفي الاخر منفعش، كلت بيض وخس وشربت شاي اخضر وبرضه الميزان مش بيتحرك. طب خلاص تعالى اقول لك الخطه الصح. النهارده هقول لك ازاي تخس ومن غير حرمان. خلي معاك ورقه وقلم علشان هقول حاجه مهمه جدا جدا في الحلقه دي. انا محمود رمضان، تابعني. التخسيس مش حرمان. اول غلطه بنقع فيها ان احنا بنبدا دايت قاسي جدا، بنمنع الاكل كله ونعيش طول اليوم على زبادي وخيار، وفي الاخر بننهار ونرجع ناكل كل حاجه تاني. يعني لو جسمك بيحتاج 2500 كالوري وكلت 2000 بس هتخس، حتى لو كلت رز او عيش. بص يا سيدي، هديك مثال عملي ليوم بسيط. جهز ورقه وقلم وركز معايا. هنبدا الاول بالفطار. مثلا هتاكل 2 بيض مسلوق، هتاكل معاه خيار مع ربع رغيف بلدي. تاني حاجة الغداء، هتاكل صدر فرخة مشوية زائد نص كوباية رز، واهم حاجة نركز في طبق السلطة علشان دي اللي هتحسسك بالشبع. تالت حاجة العشاء، ممكن تاكل علبة زبادي مع تفاحة. وبص يا سيدي، لو عايز سناكس بسيط ممكن تشرب كوباية قهوة، بس اهم حاجة من غير سكر او خيارة لو جعت. بس خد بالك، اهم حاجة الكمية. مفيش مانع تاكل كل حاجة بس الكمية محسوبة. في ناس بتقول انا باكل قليل بس مش بتخس، يبقى لازم حركة. انا مش بطلب منك انك تروح جيم، بس لازم تمشي على الاقل تلت ساعة او نص ساعة يوميا، هيفرقوا جدا. اطلع السلم، اتحرك في البيت، بس اهم حاجة ما تقعدش طول اليوم. اسباب كتير ممكن تعطل الوزن: بتاكل صحي بس مش كتير، بتشرب ميه قليل جدا، بتنام قليل، النفسية مش تمام. وعلى فكرة جسمك ممكن يدخل في حالة ثبات وزن وده طبيعي. ساعتها تغير نظامك، تمشي كتير، هتلاقي فرق كبير والميزان بيتحرك تاني. اكتب النصائح دي عندك عشان هتفرق معاك جدا. اول حاجة تنام كويس من 6 ل 8 ساعات. تاني حاجة اشرب ميه كتير، على الاقل 2 لتر يوميا. تالت حاجة حاول تخفف الملح على قد ما تقدر، وحاول ما تزنقش نفسك في دايت معين. خليك مرن، حاول تاكل ببطء واشبع قبل ما تشبع. في النهاية التخسيس مش مستحيل، لو وقعت مفيش مشكلة، ارجع وقوم تاني. اهم حاجة الارادة، النتيجة بتيجي بالاستمرار. انا محمود رمضان، ودي كانت جرعة معلومة. لو استفدت اعمل لي لايك وشير وسيب رايك في التعليقات. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير في حلقة اقوى. سلام.